ما تعملش سكيب اليوم الرجل وتعالى ناخد تمرينة رجل سوا. انا ماشي على نظام ابر لور، فالنهارده عليا لور، وانا بقسم تمرينة اللور بتاعتي. بلعب لور مرتين في الاسبوع، فخلينا نقسمهم للور A ولور B. في لور A اللي هو اول مرة بلعب رجلي في الاسبوع بلعب حركات الباترن سكوات، وفي اللور B بلعب حركات الهيب هينج. طيب اللي ما يعرفش يعني ايه باترن سكوات ويعني ايه هيب هينج، بكل بساطة باترن سكوات هي الحركات اللي انت بتتني ركبتك فيها، مفصل الركبة بتتنيه. اما حركة الهيب هينج هي ببساطة كل ما تتني مفصل الورك او الحوض بتتنين ورا. انت فاهم قصدي؟ بعد لما سخنت كويس هبدأ بالليج اكستنشن. ما تستغربش ان تاني شكل السمانة. طول ما انت بتسيب تمرينة السمانة للآخر كده عمرها ما هتكبر. زيها زي أي عضلة، لازم تحطها أولوية عشان تكبر. أما الشكل التالت هيكون سكواد على السميث. ممكن تفتح رجلك على 7 أو 11 على حسب اللي انت ترتاح له. أما آخر تمرين هيكون لونجز. وبس كده يا سيدي، تمرينة الرجل خلصت. بدل ما تقعد تفكر فيها كتير اعمل سيف للفيديو، خدها معاك يوم تمرينة الرجل. ولو استفدت متنساش تعمل فولو عشان تستفيد اكتر.